اهلا بكم في قناتي تجربة ايمي. تجربتنا النهارده في القاهرة، وهنجرب مع بعض مطعم مشهور جدا بالبرجر ومن اجمل المطاعم اللي موجودة في القاهرة. اسم المطعم ريبابليك برجر. يلا مع بعض نفتح الاوردر ونشوف مع بعض الحاجة عاملة ازاي وطعمها وجودتها. نفتح مع بعض. حابة كمان ان اقول لكم ان مطعم البرجر ده بدأ بعربية برجر عادية جدا في القاهرة، وما شاء الله دلوقتي عنده فروع كتيرة في مصر الجديدة وفي مدينة نصر، والفرع اللي احنا فيه دلوقتي ده في حدائق القبة. فطبعا ما شاء الله يعني ربنا يوسع على الناس كلها. اللهم صل على النبي. ده الاوردر زي ما انتم شايفين. انا هديكم وابني اسلام هيقول لكم الاوردر اللي احنا طالبينه. اول حاجه هنا معانا الورلد وور، ده في منه سنجل وفي منه دبل. السنجل عامل 95 والدبل 130. بيبقى عباره عن بيف بيكن وموزاريلا ستيكس، وطبعا الدبل، وطبعا الصوص الشيدر والبيك تيستي والباربيكيو والكاتشب والموزاريلا، وبيجمع كميه بطاطس كويسه جدا عليها بهارات. تاني حاجه موجوده اللي هي المشروم رانش، عباره عن مشروم وصوص رانش طبعا. والبرجر هنا كمان بيبقى محشي جبنه، يبقى كله محشي جبنه من جوه. وبعدين معانا الجوسي لوسي. جوسي لوسي عباره برضو نفس الكلام زي الورلد وور، بس فرق بسيط ان مفيش بيكن، بس فرق كل حاجه زي بعض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الاوردر جميل وريحه الاكل تحفه، واضح ان طعمه كمان روعه. حبيت اشارككم معايا النهارده تجربتي مع ريبابليك برجر فرع حدائق القبه.